بشكل رسمي تم الإعلان على المنصة الخاصة للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر اللي هي هذه المنصة هذه. غادي نخليها لكم في الوصف. بزاف منكم اللي كانوا كيتسناو هذا الموقع هذا امتى غادي تفتح وكيفاش الطريقة اللي غادي نتسجلوا بها، فأنا كنصح أي واحد كيشوف هذا الفيديو هذا ومتبع لاشين ديالي هو أنكم تقلوا في طلب الاستفادة حتى تعرفوا الطريقة وتاخذوا واحد الفكرة شاملة على كيفاش نقدروا أننا نستافدوا من الدعم. علاش؟ حيت هذا الموقع كتحملوا فيه كامل المسؤولية ديال أنكم واش غادي تستافدوا من هذا الدعم هذا ولا ما غاديش تستافدوا، حيت كتعتبر هو الطلب النهائي الأخير من بعد هذا الباركور كامل ديال السجل الوطني السجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، طالب الاستفادة من التضامن. فهذا السيت هذا كيتعتبر هو المرحلة الأخيرة اللي غادي تهناو فيها إن شاء الله وتاخذوا فيها الدعم ديالكم اللي كان تم التصريح به من طرف رئيس الحكومة في الشهر اللي فات. أول حاجة اللي غادي نقدروا أننا نتعرفوا عليها هي شنو هو هذا الدعم الاجتماعي المباشر، وكنصح أي واحد دخل هذا السيت هذا أنه يدخل وياخذ واحد الفكرة شاملة، يعني هاد الشروط هادو وهاد المعلومات اللي هي شاملة على نظام الدعم الاجتماعي المباشر اللي كاين فيه التعريف بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكاين هنايا الفئات المستفيدة من هذا البرنامج هذا، وهنا الإعانات ديال الدعم الاجتماعي المباشر. بالنسبة للإعانات غادا تكون متفرقة لثلاثة ديال المراحل. كاين منحة شهرية وكاين منحة الولادة وكاين الإعانة الجزافية. ناخذ كل إعانة بوحديتها وناخذ عليها واحد الفكرة. تبعوا معايا هذا الفيديو الإخوان وحاولوا أنكم تكثروا من اللجام باش الله الفيديو يطلع لأكثر عدد، يعني لو ماكسيموم بوسيبل ديال الناس اللي ربما يفيد هذا الفيديو هذا. بالنسبة للمنحة الشهرية كيف ما كتقراو تمنح للأسرة عن كل ولد دون السن 21 في حدود 6 أولاد، ويحدد مبلغها حسب سن الولد ومتابعة الدراسة، وتستمر الأسرة إلى حدود السن المذكورة في الاستفادة من هذه المنحة عن الطفل المتكفل به. بالنسبة بهذا الخصوص الإخوان كانوا الناس يسولوا على برنامج تيسير. برنامج تيسير راه المرحلة الأخيرة ديالو راه هي هذا العام هذا، وهي هذا الشطر هذا اللي خداوه الناس يعني مؤخرا بالنسبة للناس اللي كانوا مسجلين قبل. أما بالنسبة للناس الجداد اللي باغيين يستافدوا من تيسير راه ما بقاش هذا البرنامج هذا، وكل شيء دخل في هذا الدعم الاجتماعي المباشر اللي غادي يشمل كذلك المنح اللي كانت كتعطى الأرملات اللي عندهم أطفال. فنتمنى أن هذه الأمور تكون واضحة. بالنسبة لهذه الإعانة أو المنحة الشهرية كذلك يمنح أيضا للأسرة بصرف النظر عن عدد الأولاد دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود 3 أولاد، ويستثنى من شرط السن الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة. بمعنى الإخوان هو أنه كاين اختلاف ما بين إلا كانت الأسرة كاين فيها الزوج والزوجة وعندهم أطفال قل من 21 سنة، وكاين فرق ما بين الأرملة اللي تكون عندها وليدات قل من 21 سنة وما بين الأرملة اللي تكون عندها وليدات قل من 21 سنة، وكذلك الأرملة اللي تكون عندها وليدات حالة أو في وضعية إعاقة. راه كيختلف هاد الأمور كاملة كتختلف. حاولوا أنكم تقراوا هذا الجدول هذا كامل حيت راه فيه لي ديتايل وفيه توضيح لهذه المسائل هذه. كذلك كاينه منحة الولادة. هذه المنحة ديال الولادة تمنح دفعة واحدة لكل أسرة مستهدفة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية بصرف النظر عن عدد المواليد الجدد بكل ولادة، حيث تستفيد من 2000 درهم على الولادة الأولى و1000 درهم على الولادة الثانية. داكور. بالنسبة لهاد الناس هادو اللي مثلا جاه الدعم الاجتماعي المباشر وفي هذا الشهر هذا مثلا تزاد عنده واحد الوليد، أي واحد زاد عنده وليد الله أكبر كبيرا، نتسناو حتى يسال الأذان ونكملوا لا فيديو. إذا كنا كنهضروا على منحة الولادة كيف ما قلت لكم الإخوان بخصوص هذه المنحة هذه. يقدر أي واحد الآن يعني مسجل في السجل الوطني للسكان ومسجل في السجل الاجتماعي الموحد وكذلك في التضامن وتزاد عنده وليد ولا بنيته، فيقدر أنه يصرح أو يدفع طلب الاستفادة من هذا السيت هذا ديال منحة الولادة اللي غتكون بالنسبة للولادة الأولى هي 2000 درهم، بالنسبة للولادة الثانية هي 1000 درهم. الأمور تنظن أن هنا واضحة. بالنسبة للآخر أو لا الثالث إعانة اللي هي الإعانة الجزافية. هذه الإعانة تمنح للأسر التي ليس لها أولاد أو تلك التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، حيث تستفيد من 500 درهم شهريا. بمعنى أن الأسرة اللي كتكون يعني مثلا من زوج وزوجة فقط فراه غادي يجيها واحد الدعم اللي هو 500 درهم فيكس، ما غاديش تكون زايدة وما غاديش تكون ناقصة، حيت أقل المنحة هي 500 درهم اللي كتمنح للناس
الناس اللي سجلوا في السجل الاجتماعي الموحد وكانت العتبه ديالهم قل من 9.73 او 74. هاد الاعانه الجزافيه الاخوان كتهم الناس اللي عندهم مثلا حتى لا كانت عندك وليدات ولكن اكثر من 21 سنه، فراك ما كتدفعش يعني لهاد المنحه هذه الاولى، هذه المنحه الشهريه كتدفع لهاد الاعانه الجزافيه، بمعنى انك انت كتوفر على وليدات اللي هما اكثر من 21 سنه، او لا هاد الاسره ما كتوفرش على اولاد. في الاصل تقدر مثلا تكون انت والوالد ديالك، ولا انت والوالده ديالك وانت اللي مكلف بالوالده، او لا مثلا انت اللي مكلف بالاباء ديالك باقي يعني عازب، او لا مثلا اي حاله اجتماعيه كانت عندك، فراك كتدفع لهاد الاعانه الجزافيه. مزيان. من بعد ما كنشوفوا هاد الشروط وكنكونوا خدينا واحد الفكره شامله على شنو هو النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر، غادي نمشيو واحد الحاجه اللي هي مهمه، واللي هي كيسولوني الناس تيقول لك مثلا هو كيفاش نقدر نعرف راسي واش تقبلت ولا ما تقبلتش من بعد من انني ندير طلب ديال هاد الاستفاده هذه. باش تعرف راسك تقبلتي ولا ما تقبلتيش فراه كاين تتبع الطلب من هاد الاستفاده. كيف ما كنقول ها هي كنمشيو لهنايا كنديروا كيف يمكن تتبع مآل طلب الدعم. يمكن تتبع مآل طلب الاستفاده من الدعم الاجتماعي المباشر عبر الولوج الى بوابه www.ast.ma اللي هو هذا الموقع اللي حنا داخلين ليه. بمعنى انك من دفع الطلب تسنى واحد 20 يوم حتى 15 يوم حتى لشهر كحد اقصى، وكل مره دخل وشوف راسك واش تقبلتي. شنو خصني نوفر، شنو هما الحوايج اللي خصهم يكونوا عندي باش نقدر انني ندير طلب الاستفاده وندخل من هنا وندير طلب ديال الاستفاده ديالي ونبدا التسجيل، واللي غادي تكون من هاد 4 ديال المراحل اللي هو التسجيل والنوع الاعانه والتصريح بالاطفال وكذلك تاكيد الطلب. واخا سيدي مزيان. شنو غادي نوفر؟ اهم حاجه هي انه يكون عندك حساب بنكي، يا اما يكون عندك حساب يعني واخا تكونوا تمشيو حتى لوكالات تحويل اموال بحال كاش بليس بحال وفاكات بحال كديروا حساب بنكي. المهم يكون عندكم داك لو ريب اللي كيتكون من 24 رقم، بمعنى انك تمشي مثلا كاش بليس وتقول لهم ديروا لي واحد الحساب بنكي، خصهم يعطيوك واحد الورقه فيها 24 شيفر، بمعنى هذاك لو ريب ديالك هو رقم الحساب البنكي ديالك. هذا هو اللي غادي خصني نوفر. بالنسبه للطريقه ديال التسجيل فراه ما غاديش نحطها لكم الاخوان دابا، حتى نحطها لكم ان شاء الله بالليل اللي غادي نشرح فيها بلي ديتاي ديال كل اسره وكيفاش خصها تسجل. اللي عندهم اطفال اكثر من 21 سنه واللي عندهم اطفال اقل من 21 سنه، اللي عندهم اسره اللي ما فيهاش حتى شي طفل، هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه في طريقه التسجيل ان شاء الله في فيديو بالليل ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما بغيتش نحرق المراحل وما بغيتش انني نبدا نشرح لكم في طريقه التسجيل باش ما تدوخوش، واللي كنتمنى منكم هو انكم تقلوا الاخوان وما تزربوش في طريقه في التسجيل، حيت راه ما كيعنيش كيف ما قلت لكم، راه ما كيعنيش لا تسجلتوا نتوما الاولين راه كتستافدوا نتوما الاولين. باش نكونوا واقعيين، راه الا غلطتي راه تما فاش ما تستافدش وغادي تصدق نادم. اللهم تقل، الله يرضي عليكم تقلوا وبشويه عليكم. والطريقه ديال التسجيل راه غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله اليوم بالليل اللي غتكون صحيحه ان شاء الله 100%. نتمنى لكم التوفيق. وهذا الفيديو هذا هو بغيت نقسمه يعني جوج ديال الفيديوهات اللي غادي يكون في هذا الفيديو اللي شرحت فيه فكره شامله على شنو هو الدعم الاجتماعي المباشر، وكذلك الفيديو الجاي غادي يكون على طريقه ديال التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر. اعانكم الله، السلام عليكم.